سؤال بيقول اللي بيلفت انتباه الراجل هي النظرة وبس كده. لازم تبقى عارفة ان الموضوع مش بالبساطة دي خالص، ان العيون الحلوة والنظرة الكويسة اكيد بتلفت انتباه الراجل، بس مش دي الحقيقة كلها. لو بصيتي كده عن الموضوع من بره هتلاقي مفيش حد يختلف على ان النظرة بتلفت انتباه الراجل فعلا، زي الحاجة الحلوة اللي بتلفت نظرك من الوهلة الاولى. لكن لو الشيء ده بلا معنى ولا مضمون كويس هتبعدي عنه او هتسيبيه بعد دقيقتين تقريبا. نفس الشيء لما الراجل يشوف جمال المرأة، ما بيركزش على النظرة ولا الشكل بس، بيركز كمان على طريقة كلامها واسلوبها والتزامها وروحها الحلوة وثقتها بنفسها وانها انسانة بشوشة متفائلة وكل الحاجات الكويسة دي بعض الحاجات الكويسة اللي انا متذكرها دلوقتي. والحاجات البسيطة دي بتبقى زي المغناطيس اللي بتجذب الراجل فعلا للوحده. جدودنا بقى واهالينا العظام كانوا بيقولوا ان الراجل عينيه دايما بتحب تشوف كل شيء كويس، يقصدوا هنا بالنسبة للمرأة. زائد كمان الحاجة اللي بتعلق قلب الراجل بالوحدة اللي بيسمعوا منها واللي بيشوفوا. يعني ممكن تلبسي افضل شيء عندك وتبقي بأشبه ملكة جمال، واول ما تتكلمي معاه او يتكلم معاك يبتدي ياخد خطوتين لورا لانه حس منك بانك انسانة مملة او انسانة مش ناضجة. وبكده هنقدر نسمي النقطة دي اعجاب لحظي او مؤقت او وقتي، يعني مع وقت بسيط جدا هينتهي. يبقى لازم تاخدي بالك من حاجة مهمة جدا، الراجل بيهتم بأدبك وأخلاقك وكل شيء شايفه عنك، ده لو كان في دماغه انك انت هتكوني شريكة حياته. اما لو كان راجل عايز يضيع وقت مش اكتر مش هيعنيه ابدا كل اللي انا بقوله ده، لانه عايز يعرفك لفترة محددة وينسحب. يبقى عرفتي ان النظرة بتلفت، لكن علشان تكون علاقة ناجحة وقوية لازم تتوج بكل الكلام الحلو اللي لسه قايله. فمهم بقى ان كل الحاجات اللي قلتها الحلوة دي تكون فيكي، او تجتهدي انها تكون فيك وتكتسبيها بقى فعلا بلا تصنع، وتكون جزء لا يتجزأ من حياتك، سواء قابلت الانسان المناسب ليكي او لسه ما قابلتهوش.